صباح النور، صباح الفل. اليوم باش نعمل معاكم وصفة تشيز كيك مذخمة ياسر وصحية ومش اقتصادية برشا. الحقيقة مش اقتصادية بالكل، خاطر استعملت فيها كلها فواكه الجافة بدون فرينة وبدون سكر. حصيلو تنفع لجماعة الرجيم واللي عاملين نظام غذائي، معناتها ما فيهش الدقيق الأبيض والسكر. حصيلو استعملت القاعدة الأولى، الكوش الأولى عملت الزلوز والكاجو، ذوبتهم في الزبدة، بعد طرحتهم في القالب متاعي. استعملت تقريبا 150 جرام لوز و150 جرام كاجو. ولا حطيتهم في الكونجيلاتور لطون اللي نحضر الكوش الثانية. استعملت 3 حكوك هذوكم جبنة بيضاء، احنا عندنا في تونس الفريدو. ولا عملت 3 حكوك وعملت ما يقارب 4 مغارف ستيفيا، 3 مغارف 4 مغارف انتي والذوق، معناتها كل واحد وذوقه. ركضتهم شوية وبعد لحقت عليهم حكة ياغورت ناتور هذاك اليوناني. نجم نعوضوهم بالجبن كاري. عاود ركضت مرة أخرى ومن بعد زدت عليهم تقريبا 200 مليلتر كريمة الخفق. ولا نركض كل شيء مع بعضه. زدت هنا فستق تقريبا 150 جرام فستق مرحي، هذاك نكهة متاع الفستق زاده باش تعزز النكهة. كملت ركضتهم مع بعضهم ومن بعد لحقتهم على الكوش الأولى وعاود دخلت الكونجيلاتور. في الكونجيلاتور وإلا في الفريجيدير الوطا حتى تشد روحها، حكاية 5-6 ساعات. ومن بعد ذوبت عليها شوكولاتة هذيك نوار، شوكولا نوار، وزينتها. وحاصيلو انا من الغدوة معناها قمت نلقاها حاضرة. البنة ما نحكي لكمش، ما شاء الله بنينة تهبل وصحية. وحاصيلو تشيز كيك من نوع اخر. هذيا تشيز كيك هذيا صحيح مكلفة شوية، اما بصراحة البنة ما نحكي لكمش بنينة ياسر وصحية وتبيض الوجه، حتى كان عندك ضيفان ولا حاجة بصراحة تنفع الحويجة كي هكاك.